ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بعلبة المعطر دي او اي ازازة بلاستيك كده بالطريقة دي هعمل منها فكرة جميلة جدا وعملية وهتعجبكم جدا، واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة. اول حاجة هفصل الجزء اللي انا مش محتاجاه ده. هو بلاستيك العبوة دي يعني قوي شوية، فتعبتني شوية في القص، لكن في طبعا انواع تانية كتير البلاستيك خفيف فمش هتتعبنا خالص. وشلت الاستيكر لان مش هحتاجه بالشكل ده. القناة عليها افكار كتيرة جدا، يا ريت تشتركوا وتعملوا لايك كده وشير لاصحابنا عشان يشوفوا الافكار دي، وكمان طبعا مستنية رأيكم. بصوا دلوقتي ده صوف عادي جدا، طبعا ممكن نستبدله بصوف بخيط خيش او حبل خيش او خيوط مكرمية، اي حاجة عندنا، وممكن نستبدله اصلا باي قطعة قماش قديمة برضو. هبدأ اثبته كده، وكل شوية طبعا هحط شوية من الشمع. لو مش موجود عندي شمع ممكن استبدله بغيره، بس الشمع علشان بينشف بسرعة فبينجز معايا صراحة، وبحب استخدامه اكتر من الغيره يعني. هبدأ اغطي العبوة كلها بالخيط بالشكل ده. طبعا انا محتاجتش بعد كده احط شمع، لان مكان ما انا شلت الاستيكر بتاع العبوة لسه ملزق شوية، فانا ما غسلتهاش عشان استغل اللزق اللي فيها ده في ان انا الزق بيه الخيط بدل ما احتاج شمع تاني. وده فعلا اللي انا عملته، يعني محتاجتش شمع كتير بسبب اللزق اللي موجود بقايا من الستيكر اللي انا شلته. هبدأ بقى اغطي العبوة كلها بالشكل ده. لو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها، وما تنسوش طبعا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هنا انا كده خلاص يعتبر غطيت العلبة. هبدأ اثبت اخر جزء ده كده تمام. وهسيب الجزء اللي فوق ده مش هغطيه بالخيط، بس كده تمام. هقص، والجزء اللي فوق ده مش هغطيه بالخيط، بس هستخدم له حاجة تانية عندي اللي هي الشرايط اللي بتتباع بالمتر دي. ده كان باقي عندي اصلا، وعلى فكرة بيتباعوا في اي مكتبة كبيرة او محل خردوات، وسعرهم مش غالي، وبيتباعوا بالمتر، والمتر يقضي معانا كذا فكرة يعني. هثبته بالشكل ده فوق كده تمام. الجزء الزيادة طبعا هشيله واستغله في فكرة جديدة ان شاء الله. وده بقى شكلها النهائي. الفكرة ما تكلفتش اي حاجة، وبقت مقلمة تتحط على المكتب او منظم مكياج، كل واحد طبعا على حسب ما هو محتاج يستخدمها في ايه. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.